السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في وصفة جديدة على قناتكم دائما فان ديليس. اليوم غادي نقدم لكم البسبوسة الكيكة ديال السميدة. كتجي رائعة في المذاق ديالها وخفيفة في نفس الوقت. اذا على بركة الله غادي نحتاجو 250 غرام ديال السميدة رقيقة، غادي نحتاجو 200 غرام ديال الحليب، 140 غرام ديال سنيده السكر الخشن، غنحتاجو 160 غرام ديال الزيت زيت المائده، غنحتاجو 100 غرام ديال الكوك نواه كوكو، غنحتاجو واحد ياغورت ديال لافاني ديال 110 غرام، غنحتاجو جوج ساشيات ديال الخميره وحده منسم ديال الفاني، غنحتاجو 3 ديال البيضات. اذا على بركه الله. غنخلطوا. عندكم حريه الاختيار، ممكن تخلطوا في مول بواسطه الضرب اليدوي، ممكن تخلطوا بالاله الكهربائيه في الباطور، باي حاجه ممكن. هذا هو اللي زوين في هاد النوع ديال الكيكه، انها كيما خلطتيها كتصدق، يعني ما يمكنش ما تصدقش لك. تخرج الكميه كثيره في نفس الوقت لذيذه. غنخلطوا، ما عندناش مشكل، غنخلطوا كلشي في خطره، الا الخميره غنخليوها حتى الاخر. غنزيدوا السكر، غنزيدوا الحليب، غنخليوه حتى الاخر، الزيت، وغادي نخلطوا. غنخلطوا مزيان كنحسوا بالسكر بدا كيذوب. غادي نضيفوا الحليب، غادي نضيفوا كوك، وغادي نكملوا في التحريك. غنبداو شويه بشويه نزيدوا السميده اللي غربلناها، غنشدوا الخميره ديالنا، غادي نغربلوها بشي، غادي نخليو الخميره حتى الاخر. غادي نخليو الخليط ديالنا واحد 3 حتى 5 ديال الدقائق. علاش؟ باش نشوفوا السميده واش شربت لينا بالقدر الكافي، حيت الا مشات السميده شربات، الا كانت نوع ديال السميده اللي كتشرب بزاف، غادي خاصنا مازال نزيدو شويه ديال الحليب، حيت خاص الكيكه ديالنا تجي جاريه، ما تجيش دايره، ما تجيش متماسكه، باش ملي طيب تجينا خفيفه. اذا غادي نتسناو شويه ومن بعد نوليو. هانتوما كما كتشوفوا القوام كيفاش خاصو يجي. شربات لينا شويه، ولكن معليش ما بقاتش جاريه وماشي ثقيله، خاصها تجي كتحسوا بها بحال الكيك اللي كنديروا في الدقيق في الفرن. كنزيدوا الخميره ديالنا وكنحركوا الخليط مزيان. هي ما كتنفخش بزاف، واخا كنديروا ليها الخميره ما كتنفخش، غير هي
شويه ما كتخرجش لينا من على المول. انا درت مول شويه كبير. من الاحسن هي دار في الطاوه الوجديه اللي كدار فيها مسمن. الا ما لقيتوش ماشي مشكل، ممكن ديري في مول عادي اللي عندك، طويل ولا دائري ولا اللي عجبك، ما عندناش مشكل. وهي كتجي زوينه سواء كانت رقيقه في السمك ديالها او كانت غليظه. ما غير هي خاصها لحقها في الطياب، تجي محمره من التحت ومن الفوق، باش ملي نسقيوها كتجينا خفيفه، ما كتجيش معجنه من الداخل. ملي تجربوها راكم غادي تاكلوا هادشي اللي كنقول ليكم. غادي نقادوها في اللاطه وغادي ندخلوها للفران حتى انا عندي هنايا بواطه ديال لي فخوي ديال سميتو ديال اللوز ايفيلي. ممكن ديروا اي حاجه بغيتو تزينوا بها، كما انه ممكن تخليوها كما هكا كطيب. نسقيوها، غادي نديروا السيرو من بعد، نسقيوها بالسيرو ديالها وندرروا عليها الكوك. يعني ماشي ضروري انكم تزيدوا اللوز. سينو الا بغيتي ديري اي زواقه باللوز، بقرقاع، بالزبيب التمر، ممكن اي حاجه تفنوا فيها. اي حاجه غادي تزيدوها غادي تزيد الزيان لينا الكيك ديالنا او البسبوسه. البواطه انا درت ديال 100 غرام. اللي بغى يدير اللوز، هي كتجي راقيه في الحقيقه ملي كديري ليها ملي كديري ليها سميتو ملي كديري ليها اللوز ولا هذا، ملي بحال هكا تكون عندك عراضه ولا هذا، كتجي شويه راقيه على انها ملي كديري ليها كتخليها غير هكاك. وفي الحقيقه في رمضان كتكال على لي كيك الاخرين، وعن تجربه وغادي تشوفوا. يعني ماشي اذا كندخلوها الفران تحمر من التحت ومن الفوق، والطاوه اللاطه ديالنا راها ثقيله، يعني غادي تاخذ وقتها في الطياب. ونتلاقاو في باش نصاوبوا السيرو ديالها. درنا 200 غرام ديال السكر، ما يعادل كاس، ما يعادل 2 ديال الكيسان. 200 غرام ديال السكر ما يعادل 2 ديال الكيسان، مع كاس ونصف ديال الماء. كنديروا كمنسم قطعه ديال الليمون او برتقال. انا الا حسب الذوق، الا بغيتي ديري 2 غديري 2، الا بغيتي النكهه تكون قويه كديري 2 طراف. كنديروا فوق العافيه حتى يولي لينا سيرو. هي الكيكه ديالنا من بعد ما وجدات. كما كتشوفوا طويو عليها السيرو اللي وجدنا. السيرو ها هو، شوفوا كيجي بحال الخيط. حيت كاين السيدات اللي كيديروا ويطفيو عليه في ديك الساعه. ملي كتجي كتخوي على الكيك ديالنا كيرجع السكر كيرجع كله بيض لان ما طابش. المهم كديري فوق العافيه كيولي كيما هكا.
كنسقيو الكيك ديالنا هو باقي سخون باش يتشرب لينا السيرو. ما يمكنش تصوروا الريحه ديال الليمون اللي طالعه في السيرو، الريحه رائعه. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وما تنساوناش بالتعليقات ديالكم، ديروا جيم وتبارطاجيو الوصفه. مرحبا بالاستفسارات ديالكم والتعليقات ديالكم. دابا غنخليوها حتى تبرد تشرب لينا السيرو، وهي من احسن البسبوسه تكال الغد ليه ماشي في نفس النهار. المهم الا ما كناش غنخليوها، المهم بعدا نخليوها واحد الساعه قبل ما كاينه حتى تبرد، نقطعوها لي طرونش اللي بغينا بالطريقه اللي بغينا ونذوقوها بالطريقه اللي بغينا. نلتقيو ان شاء الله.